كل موالي لنصرتك ما يغلى نحره نحره نحره. كل موالي لنصرتك ما يغلى نحره، واحنا سيف على الظلم لازم نبتره. كل موالي لنصرتك ما يغلى نحره، واحنا سيف على الظلم لازم نبتره. رايتك يا اهدى رايه ما تخوفنا المنايه، رايتك يا اهدى رايه. كيف يعرف الحجة وما هي الوسائل والسبل لمعرفته بما يمكن له أن يشكل قانونا نستطيع الاحتكام إليه لاختبار أي مدع لدعوى الإمامة؟ أسئلة مفتوحة نتطلع لاستماع إجاباتها ضمن كلمة سماحة آية الله السيد منير الخباز حفظه الله تحت عنوان قانون معرفة الحجة. فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. نجي إلى ما ورد في الروايات الشريفة. كيف يعرف الإمام من خلال الروايات الشريفة؟ نجي إلى الروايات الشريفة ماذا ذكرت؟ أنه كيف يعرف الإمام، ما هي الطرق والنصوص التي يمكن الوصول بها إلى الإمام. صلوا على محمد وآل محمد. صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الآن شدا أذكر الروايات ضمن استدلال أصحاب هذه الفرقة الضالة. الآن شدا أذكر الروايات ضمن استدلال أصحاب هذه الفرقة الضالة المضلة، فرقة أحمد البصري. في ضمن عرض أدلتهم أذكر هذه الروايات التي تعرضت لمعرفة الطرق على الإمامة. يلي مثل حدر عرف طرق السماء، يلي تشهد لك أئمة وأنبياء، يا غطاء بجمع أهل الكساء أحمد الشعيب. قيل لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء يعام، بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالوصية الظاهرة. ركزوا معي، مو بأي وصية، بالوصية الظاهرة، مو أي وصية، بالوصية الظاهرة وبالفضل. كيف؟ ليش لازم ظاهرة؟ شوف الروايات شلون دقيقة. قال إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه. يعني واضح، كل أموره واضحة، مستدل برواية ضعيفة يقول أنا الإمام، هذا صار مجال للطعن عليه. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه. إن الإمامة بالوصية الظاهرة وبالفضل. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب أو يأكل أموال الناس أو ما أشبه ذلك، يعني لا مجال للطعن عليه في جهة من الجهات. أحمد الشايل وصية الأوصياء، بالنصر بيعة تصيح النجباء،
نادت الأخيار كلا للعدا، صرخة الأبدال كانت ترجى، أحمد يصيح. وهذا الاستدلال يرد عليه أولا أن الوصية التي أشارت إليها الآيات والأحاديث الوصية بالحقوق، ما لا علاقة بالوصية بالإمامة والوصية بالأشخاص. يعني هذا الفهم ما ندري من وين يأتي. يعني كل إنسان إذا أراد أن يموت بما أن في ذمته حقوق، بما أن هناك أمور يريد تحقيقها، فعليه شنو؟ أن يوصي. الوصية التي ندب إليها القرآن والسنة الشريفة هي الوصية بالحقوق، وأما الوصية بالإمامة أو الوصية بالوصاية أو الوصية بالخلافة فهذه النصوص لا ربط لها بها وهي أجنبية عنها، فالاستدلال بها على الوصية بالإمامة استدلال غير صناعي وغير صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. الرسول يريد يكتب كتاب. شنو الكتاب؟ كتاب الخليفة، وبيجي بعدين بالبين، مو الكتاب لا، الكتاب لمن يستخلف. فيه رواية من كتبهم أيضا. من هو الخليفة بعد رسول الله؟ خاتم الأنبياء. من هو الخليفة؟ كل الأنبياء لهم خلفاء. هذه الفرقة كلها والضجة كلها على هذه الرواية، مو على الرواية بأكملها، على شنو؟ على هذه الفقرة من الرواية، على هذه الفقرة الأخيرة من الرواية. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له 3 أسامي وذكرها. زين، نجي الآن إحنا وهذه الرواية بهذا الذيل ضعيفة السند، يعني في طريقها رواة مجهولين أصلا لا توثيق لهم. هذه الرواية بهذا الذيل ضعيفة السند، في طريقها رواة مجهولون. اسمة الرسول في تبليغ الرسالة، والرسول يقول أنا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، كتاب هدى. هذا تبليغ رسالة، مربوط بالرسالة هدى. نعم، تفضلوا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. 12 مهدي بعد الإمام الحجاج رضي الله تعالى فرجه الشريف، صحيحان افتراء وكذب؟ ما أسمعنا. 12 مهدي بعد الإمام الحجاج رضي الله تعالى فرجه الشريف، صحيحان افتراء وكذب؟ لا يوجد عندنا دليل صحيح عليها. نحن لا ننكر وجود روايات تقول بأن هناك مهديين بعد المهدي، لكن هذا ما انتظروا. لا ننكر وجود روايات تدل على أن هناك مهديين بعد المهدي. زين، ولكن المناقشة أولا، هل هذه الروايات صحيحة وسليمة أم لا؟ لم تثبت لنا صحة جميع هذه الروايات التي تتحدث عن المهديين 12 أو 11. هذا أول. ردت جيوش ومن يرد يزيد، هذا صوت احرار كلا للعبيد، ينخذ المهدي نصرخ ما نريد، غلطه ويا حسين هم نرجع نعيد لك. هذا اولا. ثانيا انها متعارضه، بعضها يقول 12 بعضها يقول 11، ونتيجه لتعارضها فلا تصمد دليلا وحجة يعتمد عليها في إثبات هذه النظرية. الأخيار كلا للعدا، صرخة الأبدال كانت ترجى، أحمد يصيح الموالي لا نهاب ولا نبالي، أحمد يصيح الموالي لا نهاب ولا نبالي، وبعلن حبك بعد ما نخفي سره، وبعلن حبك بعد ما نخفي سره.
النظرية. ثالثا سلمنا أن هناك روايات صحيحة تدل على وجود 12 مهدية، لكن هذه الرواية معارضة بروايات الرجعة، لأن هذه الرواية تقول أن الذي يحكم بعد المهدي هم هؤلاء 12. عندنا روايات تقول أن الذي يحكم شنو؟ الأئمة المعصومين. أول من يحكم بعد المهدي في روايات الرجعة الحسين عليه السلام. والسجون بيعتك صارت يقين ومظنون، وبطريقك شنعس الكاس المنون، قدم الأجساد درعا للطعون، احنا بإذن الله نبقى الفائزون. اسمعي جيدا، هذا كتاب البينات، كتاب صادر عن أحد جماعة البصري واسمه علاء كما ذكر. احنا طبعا الأسماء كلها ما ندري عنها، هي أسماء مستعارة، أسماء حقيقية، يعني مما يدل على أنها فرقة مشبوهة. ليست هناك معرفة لا بحقيقية الأسماء لا بحقيقية الأشخاص. كنت قد عرفته أيام يعني تواجدي في الحوزة العلمية، ولسه أذكر هاي الكلمة منه، يقول ما أعرف ليش أحبك علاء، أكو فد شي يجذبني إلك، أحبك أنا ما أعرف. قلت له إن شاء الله تكون المحبة في الله. يوم كنت يعني أتواصل معه لما سمعت بهذه الدعوة الحقة المباركة، كنت من بين أحد الذين طرحوا عليه الدعوة، وكنت قد طرحت عليه الدعوة بالتفصيل بعد أن طرحت الدعوة على كثير من طلبة الحوزة ممن كنت رفيقا لهم وكنت معهم في الحوزة، ولا أحد فيهم يستطيع إنكار ذلك، ولا أحد فيهم يستطيع مزاودتي على هذا، ولا على كتاباتي في الحوزة، ولا على تلمذتي أو تدريسي في الحوزة اللي كان فيها منير الخباز. يعني أنا سأقول الآن شيء والله على ما أقول شهيد. أكثر يعني هذا اللي في بالي الآن، وأنا أشهدت الله وآل محمد، أكثر من ساعتين متواصلتين وأنا أطرح الدعوة على منير الخباز، وكنت فقط أنا وهو وفي بيته هو، فلم يستطع أن يرد كلمة واحدة مما ذكرت ومما بينت، فقط قال لي أني على ثقة بك ولأنك تقول هذا، ولو كان قد قاله لي غيرك ربما أسمح لنفسي أن أشكك بما قلت، ولكن حيث أنه جاء منك وأني أعرفك جيدا وأحبك وأثق فيك فلا أستطيع أن أرد كلمة واحدة، وإذا كان كل الذي قلت كما هو صحيح إذن هذه دعوة كبيرة بمضمون هذه الكلمات. ثم اضطررت أن أودعه، فرأيت يعني حتى الدموع نزلت من عينه. قلت له ما أريد أسبب لك أنا ضرر، ولا تطلع وراي خارج الدار، لأني صرت معروف هنا بالحوزة وما أريد أن يربطون بيني وبينك، أريدك أنت تبحث بالموضوع جيد وتستعلم عن كل الروايات وكل الأدلة التي قمت بطرحها عليك الآن باعتبارك أنت رجل تدعي علم وما شابه ذلك. فوعدني خيرا وزودت برقم الهاتف اللي عندي، وقلت له أي شيء تحتاج منير الخباز اتصل بي، أو أي استيضاح تحتاجه أو أي شيء تريده اتصل بي، وأنا إن شاء الله تعالى أجيب إليك، سواء طلبت كتاب من كتب السيد أو استفسار عن أمر أو شبهة يعني دخلت عندك مثلا وما شابه، فأنا مستعد إن شاء الله تعالى. كان هذا قبل ما يقرب أو يعني ما يقرب من 5 سنين. هسه ما أدري أنا باعتبار دخلت إلى هاي الغرفة، إلى غرفتنا المباركة والبرنامج بادي، هو على أساس مدعي أنه ما يعرف صاحب كتاب البينات، ما أعرف